اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم على كل ما هو متعلق بالبيرسونال فاينانس وفلوسك وكل حاجه تانية. طيب في الحلقه دي عايزين حلقه تبقى سهله قوي، وهنتكلم عن مصطلح اسمه السولوبرينور، وده مصطلح بقى مشهور جدا في الكام سنه اللي فاتوا من حياتنا. وانا عايز ازق الناس كلها ان هم يبقوا سولوبرينورز من حلاوه الفكر ده او المصطلح ده. تعالى في الاول اشرح لك يعني ايه سولوبرينور لو انت ما تعرفش. سولوبرينور هي كلمه متالفه مبنيه من كلمه سولو يعني واحد لوحده، وبرينور اللي هي انتربرينورشيب او رياده الاعمال. تخيل ان احنا وصلنا لزمن ان بني ادم لوحده ممكن يبقى كيان كامل، ممكن يبقى شركه كامله وحاجات تانية كتير. عايز اديك شويه امثله قبل ما نخش في المضمون بتاع الحلقه. انا الحمد لله سولوبرينور، يعني ربنا قدرني على ده. انا فعليا بقالي 5 سنين شغال لوحدي تماما. انت ممكن تكون بتتفرج على المحتوى بتاعي، شايف ان وائل بينزل فيديوهات على تيك توك، على انستجرام، على سناب شات، على لينكد ان، على فيسبوك. فانا فعليا في 5 منصات كل يوم بينزل محتوى عليها. وائل بينزل محتوى على يوتيوب، فيديوهات طويلة، في الأغلب كل فيديو بيبقى من 20 ل 30 دقيقة، ساعات فيديوهين في الأسبوع كمان، فبنتكلم من 4 ل 8 فيديوهات في الشهر. وائل فتح قناة جديدة اللي هي مصدر دخل بودكاست، وبينزل حلقة كل أسبوع. ووائل عنده 3 شركات، ويعني شغال على الرابعة، يا رب إن شاء الله افتحها قبل ما السنة تخلص. فأنت بتشوف الحاجات دي كلها، ويعني أعتقد يعني بتفكر تقول هو الراجل ده أكيد معاه فريق عمل، يعني أكيد في سوشيال ميديا تيم، اكيد في كونتنت تيم، اكيد في ريسيرش تيم، اكيد في ماركتنج تيم، اكيد في حد ماسك الناس دي كلها. والحقيقه انه لا. يعني لحد من انا قعدت 4 سنين ونص، انا بقالي 5 سنين تقريبا، قعدت 4 سنين شغال لوحدي تماما لوحدي. والنهارده اهو احنا في السنه الخامسه، معايا 2 شغالين معايا بس كده. احنا 3 بندير الموضوع ده كله. فانت متخيل ان انت الحاجه اللي انت شايفها هم ازاي بيعملوا ده اكيد في كيان. لا، هو مفيش كيان ولا اي حاجه، هو انا كنت بعمل كل ده لوحدي لمده 4 سنين. ولا انا مش حريق شغل، انا من اكتر الناس اللي كسلانه في الدنيا. طيب انا مش ده المثال بقى اللي عايز اديهولك، تعال نخش بقى في المثال. انا كنت قاعد مره مع شخص، ويعني الشخص ده في الاف ام بي، فهو يعرف ناس كتيره في فيلد المطاعم يعني وكده. فقلت له في مكان في التجمع، في مول في التجمع كده، في فتح جديد، ففي كذا مطعم فيه، وهو على طول بيحرق وعلى طول يعني في مشاكل وكده. مش هو يعني، الناس اللي شغالين صحاب المطاعم دول. فكنت بقول له هو مين احسن مطعم في المول ده؟ فقال لي المطعم الفلاني. قلت له طب هو المطعم ده بيعمل قد ايه مبيعات سيلز، مش ربح، مبيعات، بيعمل قد ايه سيلز في الشهر؟ هو قال لي المطعم ده جامد، بيعمل تقريبا، قال لي مثلا 2 مليون جنيه في الشهر سيلز مبيعات. انا سكت وما ردتش. الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان بالصدفه يعني سبحان الله، في الشهر اللي قبل الشهر ده على طول، كنا احنا في السولو برينرشيب بتاعتنا دي، في رياده الاعمال السولو بتاعتنا دي، كنا عاملين مبيعات ب 2 مليون جنيه في الشهر. فانا قعدت افكر كتير، قعدت افكر يعني انا ممكن افتح مطعم واعين ناس، ويبقى في مطبخ بيطبخ، ويبقى في بنشتري بيسموها خامات، اللي هو العيش بقى والبرجر والكلام ده، ويبقى في ايجار، ويبقى في كهرباء، ويبقى في مرتبات، يعني في كل الكلام ده. وكل ده علشان نعمل 2 مليون جنيه في الشهر ونبقى احسن مطعم في المول. وانا الحمد لله طبعا توفيق ربنا في الاول والاخر، قاعد في اوضتي في المكتب اللي في بيتي، بشتغل 2 3 في اليوم، والحمد لله بنعمل نفس الحاجه تقريبا يعني بالصدفه الشهر ده اللي ظبط كده كان المبيعات فيه ب 2 مليون جنيه. هنا جات لي كده، طب هم ليه بيعملوا اللي هم بيعملوه ده؟ يعني انت ليه بتحرق كل الحرق ده وانت فعلا ممكن تعمل حاجه تانية يعني اسهل بكتير او اعبط بكتير؟ يعني انت تفتح كاميرا وتطلع تتكلم عن خبراتك في الاف ام بي وتعمل فلوس اكتر بكتير. فانا بقيت فعلا مزبهل ومش فاهم. تعال اديك مثال تاني بس علشان ما اتكلمش عن نفسي. في صانع محتوى معين اجنبي اعرفه، الراجل ده بينزل محتوى مشهور جدا، عنده مثلا 10 مليون متابع في العالم كله. الراجل ده بيعمل كورسات وبيبيع ديجيتال برودكتس، بس كورسات واستشارات ومنتورشيب وحاجات بالشكل ده. الراجل ده بيعمل او عمل السنه اللي فاتت في السنه دي بس 24 مليون دولار. اسمع كده الرقم معايا تاني، 24 مليون دولار. احنا عندنا كام بيزنس هنا في مصر، بيزنس كيان كبير، شركات كبيره نقدر نقول هي بتعمل نفس الارقام دي؟ قليل جدا، قليل جدا. او يعني شركات بقى فوق بتتكلم في فيلدز كبيره وعميقه و1000 موظف و5000 موظف وكده.
$24 مليون بيبيع كورسات واستشارات. انت متخيل حجم البيزنس؟ الراجل ده سولوبرينر شغال لوحده. بيعمل اوت سورسنج، يعني الفيديوهات اللي بينزلها في فيديو اديتور بيجيبه يعمل له فيديوهاته. ممكن يحتاج مثلا UI UX فريلانسر يعمل له اللاندنج بيج اللي بيبيع فيها الكورس. تمام. $24 مليون. طب بقى احنا ايه اللي احنا بنعمله في حياتنا؟ خلي بالك انا بس مش عايزك تحبط، مش عايزك تحس طب انا والله ما رايح الشغل وهستقيل. لا ما هو الراجل ده اجتهد، الراجل ده قعد 10 سنين عشان يوصل لده. 10 سنين. بس هو النهارده بيعمل $24 مليون في السنه، فهي مستاهله ان انت كمان 10 سنين في شركتك مش هتعمل $1 مليون واحده. بس انا هنا جات لي الحته اللي عطلت فيها. هو احنا ليه بنعمل كده؟ هو احنا ليه اصلا؟ مش هقول لك احنا ليه موظفين، لا انسى ده اترمى على جنب. هو احنا ليه بنفتح شركات وبنجيب مكاتب وبنعين ناس وبنجيب استثمار وبنكبر، لما واحد ممكن من بيته في المكتب بتاعه وهو معاه كاميرا ولابتوب بس يعمل اكتر مننا بكتير؟ وهنا اتخلق في مخي مصطلح السولوبرينور، وهو طبعا موجود بره في العالم ومنتشر في الغرب عننا بكتير. وانا عايز في الحلقه دي كل اللي يتفرج يقتنع ويقول انا عايز ابقى سولوبرينور. انا عارف انت اقتنعت بعد $24 مليون، انا عارف انت اقتنعت من 2 مليون جنيه، بس احنا عايزين نوصل لاقتناع تام بالسولوبرينور. طيب تعال نتكلم في ليه السولوبرينور ده. تخيلوا معايا يعني طبعا ليه دي حاجه يعني احسن من رياده الاعمال العاديه. وقبل بس ما اخش، عشان عارف في ناس يعني بتحب تكتب في الكومنتات الكلام ده، انا مش بقول ان ده احسن من ده ومش بقول ان دول وحشين ودول حلوين، لا كل واحد يعمل هو عايزه. انا بس بحاول اغريك يعني او احببك في شكل معين من البيزنس انتشر الفتره اللي فاتت وهو جامد الصراحه. ومش معناه ان التاني وحش، لا التاني لازم يفضل موجود ومهم، والكيان مهم، والشركات مهمه، وان انت تبقى موظف مهم، والكلام ده كله. تعال بقى نتكلم في الفلوس بقى. السولوبرينور فيه لو ريسك في ايه بالظبط؟ اولا الاكسبنسز قليله جدا، الاكسبنسز شبه معدومه. انا من يوم الحمد لله ما بدات لحد النهارده ال5 سنين دول انا على طول بروفيتبل. ما جاتش لحظه كنت بصرف مثلا اكسبنسز، بصرف مصروفات واللي هو يلا بقى عايزين نعمل مبيعات علشان نعوض الفلوس اللي صرفناها. عمري ما في حياتي ما كنت مدفست او حتى بريك ايفن. احنا بنعمل فلوس قبل ما بنصرف فلوس في السولوبرينور. المثال ده مثلا كايه؟ انا النهارده لو عايز مثلا ابيع تيشيرت، هعمل ايه؟ هعمل صفحه على السوشيال ميديا، هعمل ديزاين للتيشيرت، هنزل فيديو على السوشيال ميديا على تيك توك خصيصا للتيشيرت ده، وبعد كده هيبقى عندي لاندنج بيج. اللاندنج بيج فيها التيشيرت، فيها الناس ممكن تشتري التيشيرت ده. التيشيرت لسه ما تصنعش، هو بس تصميم. الناس هتشتري، انا حصلت الفلوس، دلوقتي هصنع التيشيرت وابعته للناس اللي اشترت. فكده انت اصلا بدات السايكل بتاعتك كلها من غير ما تصرف فلوس نهائيا. ممكن تعمل موقع كامل، لاندنج بيج كامله، من غير ما تصرف فلوس، في ادوات دلوقتي بتستخدم لده. فانت دلوقتي عملت كل السايكل ده الاي كوميرس من غير ما تدفع فلوس، حصلت فلوس قبل ما تعمل اي حاجه. ونفس الحاجه لو انت اصلا بتبيع ديجيتال برودكت، فانت اصلا مش بتدفع فلوس في اي حاجه. ابدا نزل محتوى، خلي الناس تسمعك، بيع للناس استشاره، شكرا انت عملت فلوس من الهوا ومش عليك اكسبنسز. حتى الاستشاره ما صرفتش، ما رحتش تصنع حاجه، فما فيش اكسبنسز. تاني حاجه الريسك بتاع إن التخوفات ان البيزنس يفشل او يخسر. احنا اكتر سبب ان انت النهارده ما رحتش فتحت البيزنس اللي انت بتحلم انك تفتحه هي فكره ان انت خايف البيزنس يخسر. طب اللي يحصل لو احنا صرفنا فلوس كتيره في الام في بي بتاعنا، في الاب بتاعنا، في الحاجه اللي عايزين نصنعها، وفي الاخر ما عرفناش نبيع؟ طب اللي يحصل لو احنا الشهر ده بعنا ب1 و2 مليون بس اجرنا مكتب وعيننا ناس وبطلنا نبيع، او الشركه قفلت او حصل اي حاجه، هعمل ايه انا في الفلوس اللي صرفتها دي؟ السولوبرينور ما فيهوش الريسك ده خالص. انت مش بتعين حد، انت الوحيد اللي بتاخد مرتب، انت ما بتدفعش ايجار، انت ما بتشتريش حاجه، انت ما بتعملش اي حاجه، انت فعلا محتاج لابتوب بس كده. فالموضوع اللي هو لو اكسبنس لو ريسك حتى بيشجعك. طب والله انا هبدا وانا خسران ايه؟ اخرك لو نزلت محتوى انت خسران ممكن 2 3 من صحابك يتريقوا عليك، وصدقني هم ما تربوش كويس. انت مش غلطان في حاجه، انت بتعمل حاجه طبيعيه جدا طالما المحتوى بتاعك هادف او بيفيد الناس. فالسولوبرينور شيب يعني من اكتر الحاجات المغريه، وبنصح جدا ان انت تبدا فيها. طيب انت ازاي تقدر تعمل ده؟ الموضوع بكل بساطه وانا هحكي لك اللي انا عملته بالظبط. اولا انا فتحت كاميرا وبدات من حته صناعه المحتوى نفسها، بدات اصنع محتوى بيعلم الناس حاجات عن الفلوس. فمره واحده الناس بدات تسالني اسئله اكتر، فانا بدات ارد على اسئله. فالناس قالت لي طب احنا عايزين استشارات، فاديت استشارات مجانيه.
من هنا حصل حاجتين. اولا جالي الاحساس بتاع ايه ده، طب ما الناس عايزه حاجه، الناس عايزه استشارات وناس كتير قوي، طب ما اعملها بفلوس، والجد بجد الشخص اللي جد بجد هعرف اخد فلوس وانا هستفيد طبعا، ما انا بديكوا وقتي وخبراتي المفروض، وفي نفس الوقت هو هياخد المعلومه اللي هو عايزها. فبدات ابيع الاستشارات دي بفلوس، وده كان اول مصدر دخل دخل لي، ما كلفتنيش اي حاجه نهائيا. كانت ناس بتحجز معايا على كالندر وبيدفعوا لي فلوس على يعني فودافون كاش زمان، بعدها انستا باي دلوقتي وخلاص يعني. فده اول حاجه. تاني حاجه كتر التعامل مع الناس وصلني ان انا بقيت فاهم هي الناس بتقع فين، هي مشاكل الناس فين، هي ايه المشكله اللي الناس عايزه حل ليها. فده قدر يخليني ابني منهج كامل. المنهج ده بيحل مشاكل معظم الناس اللي داخلين في المجال، وليكن الفريلانسنج مثلا. فالمنهج ده قررت منه برضو بعد ما انا خلاص بقى عندي مصدر دخل الكونسلتنسي دي، وطبعا يوتيوب كان بيديني فلوس من المحتوى، بس سيبك من ده كمان. قررت ان انا اصور كورس كامل وانزل الكورس ده على منصة، ودلوقتي بقت كل الناس دي بتشتري الكورس علشان يحل المشكلة اللي عندهم. مع العلم ان خلي بالك طريقه التفكير ما بتكونش كده وانت ماشي في الجيرني نفسها. طريقه التفكير بتكون يا جماعه هو انا كل استشاره هخش اقول لكم نفس الكلام، يا جماعه هو انا كل ما اخش لايف هقول نفس الكلام وهتسالوا نفس الاسئله. طب انا صورت كورس برد فيه على نفس الاسئله دي بالظبط، انت دلوقتي ممكن تخش تشتريه، فانا صورته مره واحده ويا سيدي انا مستفيد وانت مستفيد وكلنا استفدنا. فانت بتبقى اصلا بتعملها بنيه ان انت تساعد الناس، والله مش فكره فلوس. وتاني هو بزنس، هو مش عيب انك تبقى بتعملها عشان تاخد فلوس، هي دي البيزنس، دي الحياه. فانت دلوقتي بقى عندك مصدرين دخل غير صناعه المحتوى، معاك 3 مصادر دخل. عندك صناعه المحتوى يوتيوب وسبونسرشيبس، عندك كونسلتنسيز بتديها، وعندك كورس كامل متسجل. طبعا طلعت بره الكونسلتنسيز دي علشان ما اديش وقتي لصالح الفلوس. هي هنا المشكله ان كان الكونسلتنسيز بتاخد وقت كتير قوي، فانا عايز الوقت ده لنفسي. خلي بالك انا انسان كسلان اصلا مش عايز اشتغل، فبالنسبه لي طب انا عملت كورس يا جماعه روحوا اتفرجوا على الكورس، فده حل. بعد كده الكلام ده كله ممكن بقى يتبلور في ايه، هو ده مصادر دخل كفايه عامه، بس انت ممكن تكتب كتاب كامل زي أليكس هرموزي عامل 3 كتب ولسه دلوقتي عامل اللانش. يعني الحلقه دي هتنزل بعد اللانش على طول بكام يوم، عامل اللانش بتاع الكتاب الجديد بتاعه. الراجل ما شاء الله يعني سمعت ان هو بيعمل تقريبا 9 مليون دولار مبيعات للكتب بتاعته قبل الكتاب الثالث. يعني الكتاب الجديد ده قصه ثانيه، بس الكتابين اللي فاتوا 9 مليون دولار اعتقد في السنه تقريبا من المبيعات بتاعت الكتب بتاعته. فانت ممكن تكتب كتاب. انت ممكن تعمل اوفلاين ايفنتس زي مثلا صلاح ابو المجد على طول بيعمل اوفلاين ايفنتس، بيأجر قاعه، بيجيب ناس تدفع له فلوس ويحضروا مش عارف ايه. وعلى فكره أليكس هرموزي بيعمل نفس الحاجه، تكلفه التيكت عنده ب 5000 دولار. تخيل بيجي 20 واحد 5000 دولار بيدفعوهم عشان يقعدوا معاه 4-5 ايام ياخدوا منهج معين. 5000 دولار، عمال اعيد الجمله دي. طبعا تاني انا بكلمك على القصه او يعني المحتوى اللي يليق بيا. لو انت شخص بيتكلم في الفتنس والجيم والكلام ده اسهل بكتير الموضوع. انت هتدي PTAs اونلاين عادي جدا، شوف بقى التكلفه كام، عايز تخليها هاي تيكت، عايز تخليها ميديوم تيكت وتبيع لناس في السيجمنتيشن بتاع كلاس بي، مفيش مشكله، هتعمل فلوس من كل حاجه. هو دايما في فلوس. الناس بتاعت الطبخ، انت لو عندك ديجيتال برودكت مثلا بتبيع كتاب طبخ، الريسيبيز بتاعتك والمحتوى بتاعك كله ان انت عمال بس تعمل طبخات شكلها حلو، خلاص انت كده عندك بيزنس. الفكره بقى ان كل الافكار، يعني انا مش عايز نخش في موضوع الفاليو ده، دي الحلقه الجايه ان شاء الله، ولكن كل اللي انا بشرحه لك ده ناس شغاله لوحدها، ناس معتمده على نفسها فقط، مش محتاجه اي حاجه خالص. اوت سورس فيديو اديتور وده فريلانسر شغال معاك بس كده. غير كده انت مش محتاج اي حاجه تماما، انت شخص شغال لوحده ما شاء الله تعمل ملايين عادي جدا. في شركات كبيره جدا ما بتعملش ده. واعتقد في الوقت الحالي اللي احنا فيه كمان بدأنا نشوف الاي كوميرس لوكال براندز اللي بقت سولو برينرز، راجل لوحده المحتوى بتاعه عباره عن جالنا النهارده 10 اوردرات تعالوا معايا وانا بعمل لهم باكجينج. الفيديو ملوش معنى، الفيديو بيجيب مليون فيو والفيديو بيجيب له 20,000 سيل تانيين. الموضوع بقى غريب والناس بقت بتقول تعالى معايا وانا بعمل $500,000 في يومين بس. حاجات غريبه جدا. وشارك تانك واحد يطلع عليه يبيع لك ب2 مليون اليوم اللي بعده عشان اتشهر. انت متخيل واحد يقدر يعمل ايه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه؟ ومع ذلك احنا لما بنسمع كلمة شركة او رائد اعمال في مخ لازم بدلة ولازم موظفين ولازم مكتب وكلام، شوية كلام. مش عارف احنا ليه بنحاول نصعب الموضوع على نفسنا. اخر حاجة عايز اقفل بيها الموضوع، ان انت في السولوبرينورشيب محتاج تثقف نفسك اكتر في الادوات اللي بتستخدم في الانترنت، في الكمبيوتر. لازم تبقى موجود على السوشيال ميديا. ما تقنعنيش انك هتبقى سولو برينير من غير ما يبقى عندك بيرسونال براند على السوشيال ميديا. يعني ما فيهاش لازم تسمع كلامي في الحته دي، وهنعمل حلقه للبيرسونال براند ضروري يعني. ولازم تتعلم AI واوتوميشن.
الصراحه الاي اي بيساعد جدا في الحاجات دي، لان انا شخصيا عشان تبقى عارف انا معلم شات جي بي تي البيزنس والبيرسونال براند بتاعي والارقام بتاعتي، كل حاجه مثقفه عن كل حاجه عني، ومخليه ان هو يساعدني في كل حاجه من ناحيه السوشيال ميديا والماركتنج، يطلع لي افكار، ساعات يكتب لي سكريبتات، ساعات يقول لي اعمل ايه اللي بيشتغل ايه اللي ما يشتغلش، يشوف لي الكومبيتيتورز بتوعي بيعملوا ايه. فيعني انا بستخدم شات جي بي تي، وعلى عايز اقول لك ان ده استخدام بدائي جدا، في ناس بتستخدم باحسن من كده بكتير واقيم من كده بكتير. وفي الاوتوميشن بقى، ان انا مثلا يعني كمثال عملت مره نيوزلتر على لينكدين كامله، ولا انا اللي كاتبها ولا انا حتى اللي بعمل بوستنج، يعني هو شات جي بي تي ربطته بلينكد ان باستخدام اي بي اي معين، فبقى هو بيكتب المقاله وبقى هو اللي بينزلها عندي في وقت معين في الاسبوع، وبعديها بيقرا الكومنتات بتاعت الناس، يشوف التفاعل بتاعهم كانوا بيسالوا عن ايه او بيتفاعلوا في ايه، فيكتب المقاله جديده محسن الكلام بتاعه، او بيرد على اسئله الناس في مقاله جديده، مثلا يكتب عشان الناس سالت عن كذا فانا نزلت لكم مقاله عن كذا. انت متخيل ان انا قاعد ما بعملش حاجه وفي اي اي شغال اوتوماتيك ليا؟ صراحه عشان اعرف اشغل الاي بي اي ده اللي هو من اسهل الاي بي ايز الموجوده قعدت اسبوعين 3. بس لو انت واخد كورسات او لو مثقف او لو حتى جبت فريلانسر يعملها لك مره واحده بس، انت متخيل كميه الفلوس اللي انت ممكن تعملها؟ وتاني بفكرك، انت ممكن تبقى موظف مش عيب، انت ممكن تفتح شركه بالشكل التقليدي، انت ممكن تبقى سولوبرينور. بنصحك في الحلقه دي ان انت تفكر في موضوع السولوبرينورشيب. انا بس هنهي الحلقه هنا لان مفيش حاجه تانية اقولها، انا بس كنت عايز اعرفك بالمصطلح ده، لان الفتره الجايه هكون بتكلم دايما على الشغل بتاعي والبيزنس بتاعي وانا سولوبرينور، انا شغال لوحدي، بعمل 90% من الحاجات اللي انا بعملها تقريبا لوحدي، يعني مش عايز اظلم حد شغال معايا، ولكن انا فعلا بعمل معظم الحاجات لوحدي. فعشان كده ده مش شطاره مني، العكس، انا بس بقول لك ان ده حاجه موجوده في الزمن اللي احنا فيه. ما تفتكرش ان كل حاجه كبيره وراها كيان كبير، لا العكس، في الزمن اللي احنا فيه الموضوع بقى اسهل بكتير. شكرا جدا لحسن استماعك ولاهتمامك، اتمنى ان انت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت تحت تقول رايك في موضوع السولوبرينورشيب، وكمان تقول لو عايزنا نتكلم عن حاجه معينه في الحلقات اللي جايه، او لو عايز تعرف حاجه معينه في اي بزنس انا بعمله، هحاول ارد على كل الكومنتات، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.